فيلم الطالبة والطبيب، فيلم إيطالي أنتج عام 1976 من بطولة جلوريا جويدا. فيلم جميل ورائع يتحدث عن طالبة تغرم بجارها الطبيب ويلي بيكون بنفس الوقت على علاقة بمرت أبوها. وبيبدأ فيلمنا من عند كلاوديا أو يلي متحمسة كتير للذهاب إلى لندن مع أصحابها بالعطلة الصيفية، وبتطلب الإذن من أبوها وبيوافق، بس بعدين بتخليه مرته يغير رأيه ويبطل يخليها تسافر. والنتيجة لهالشي بتتخانق مع مرت أبوها ويلي بيكون اسمها ليزا، وبتمثل إنه أغمى عليها، وبيطلبوا لها الدكتور يلي بيكون جارهم. وبتشوفه كلاوديا وبيطير عائلها فيه، وبتصير تحاول إغواءه بشتى الوسائل وما بتخلي طريقة وما بتجربها للوصول لإله. ولكن بتكتشف إنه هالدكتور على علاقة بليزا مرت أبوها، وهون بتقرر تصويرهم وابتزازهم، وفعلا بتصير تبتزهم بهالصور وبتخليهم يتصرفوا تصرفات غير معقولة. وبعد الكثير من الأحداث المشوقة والرائعة بتنجح بإغواء طبيبنا المحترم الخلوق، وبيصير مغرم فيها وبتقله يا بيب إذا بدك يعني لازم تطلبني من البابا بشكل رسمي. طبعا هي مرادها إنه تخلي ليزا تعترض وتكشف نفسها بنفسها، وفعلا بيطلبها من أبوها رغم معارضة ليزا، وبيقبل الأب. ولكن بالنهاية وبآخر لحظة تكشف نفسها ليزا إنها على علاقة بالدكتور، وبتنزع الجوازة، وبتنجح كلاوديا بكشفهم، وبتقرر إنه تروح برحلة إلى لندن، وبيلحقها المغرم العاشق دكتورنا المحترم، وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.